فعلًا، فعلًا، دايمًا اللي بيحرّكني في تربية ابني إنه يتقال إنها ما عرفتش تربّي. آمم، لمّا بنتربّى على الانتقاد، فبنقعد كتير، كتير، كتير نسمع الانتقاد، ووراه جزء نحس إن إحنا تحت التقييم، فدايمًا بنتقيّم في علاقاتنا، في وجودنا، في حياتنا، في شغلنا، في كل حاجة تحت التقييم. ده بيسبب لنا خوف، خوف من الفشل، خوف في إني أفشل في الحاجة اللي أنا باعملها، سواء شغل، سواء تربية، سواء أي حاجة، بس خلّينا هنا نركّز على التربية. فصوت الانتقاد والتقييم بيفضل دايمًا عامل لي خوف من التقييم، خوف من إني أفشل، فأربّي من الحتّة بتاعة أنا في امتحان، أنا كأم في امتحان، أنا هافشل والّا هانجح؟ والأمومة مش مكان للاختبار ولا امتحان، الأمومة علاقة، أنا وابني مع بعض بنعمل علاقة سوا، فالأمومة مش مكان للتقييم أنتِ أم ناجحة والّا أم فاشلة، وسلوك طفلِك لا يعبّر عن قيمتِك. خلّونا نفصل الحتّة دي شوية، لأنه أنا باشوف عند أمهات كتير جدًا بيعرّفوا نَفْسهم من خلال سلوك طفلهم، فلو طفلي عمل حاجات كويسة يبقى أنا أم بتعرف تربّي ونجحت، لو طفلي عمل حاجات وحشة فأنا أم ما بتعرفش تربّي وما نجحتش. طَب هو الكلام ده مشي على الأنبياء يا جماعة؟ يعني أنتِ ليه متوقعة من نفسِك ربنا ما توقعوش من الأنبيا، فلمّا الأنبيا كان عندهم أولاد لهم سلوكيات معيّنة أو حتى في غير دين الإسلام، ما قيّموش نفسهم من خلال علاقتهم بولادهم، فإحنا ليه بنحط ده؟ هل ده خوف جوانا، صوت من الانتقاد أو خوف من التقييم إن إحنا دايمًا في حد موجود بيقيّمنا، والّا إحنا أصلًا لبسنا الصوت ده وبقينا طول الوقت عمّالين نقيّم نفسنا والخوف ده بقى جزء مننا؟ لو الواحد حاسس إنه فاقد الذاكرة، أي تفاصيل حلوة أو وحشة مش فاكرة أي حاجة عن حياتي غير مواقف كتير، غير مواقف مش كتير، هل كده ده هروب؟ لإني باعامل بنتي فعلًا بطريقة محفوظة، عصبية وكلام وِحِش. مش كل نسيان للذاكرة أو هروب. أوقات كتر الضغوط اللي إحنا عايشين فيها بيعمل لنا حالة من العزل عن النفس. يعني إيه؟ أنا انفصلت عن نفسي، ما بقيتش عارفة أنا مين، إيه اللي بيفرّحني، إيه اللي بيضايقني، إيه اللي بيوجعني، إيه اللي بيبسطني، ذكرياتي الحلوة، ذكرياتي الوحشة مش موجودة، فمش لازم يكون هروب قد ما ممكن يكون هو أنا قد إيه بعيدة عني، هو أنا قد إيه حاسة إن أنا منفصلة عني، هو أنا قد إيه ضِعت من نفسي خلال الطريق ده. وده علامة مهمة أوي بتقول هو أنا إيه أول خطوة ممكن أعملها عشان أرجع أقرّب من نَفْسي تاني اللي أنا عارفاها عني، أو لو حتى مش عارفاها، أنا أحب أعرف إيه عن نَفْسي وأحب أكون إيه لنَفْسي، فأنا قريّبة قد إيه منّي وبعيدة قد إيه منّي، والضغوط اللي أنا فيها وصّلتني لأنهي مساحة من إني أنفصل عن نَفْسي. حضرتِك بتدّي session online؟ يا شيماء، بادّي sessions online. الموضوع مش مرتبط بمكان قد ما بالنسبة لي مرتبط بوجود مساحة آمنة تقدري تعبّري فيها عن نَفْسِك أو تتسمعي أو تبقي في حتّة مرتاحة فيها مفهومة ومسموعة كويس أوي، وتقدري تستكشفي اللي جواكِ. بادّي sessions مختلفة على حسب تخصصات مختلفة عندي. ممكن نسيب لكم الlink تحت الفيديو لأنواع التخصصات بتاعتي والsession اللي بادّي فيها، ولو اتكلمنا ولقيت إن في حاجة أنا مش باتعامل معاها في وسط كلامنا كلّها، هاقول لِك إنه الجزء ده مثلًا محتاجة تروحي فيه لحد تاني تخصص كذا أو إلخ يعني. لكن بادّي session online كمان. المذاكرة أكتر حاجة بتخلّيني أتعصب على العيال وأشتم وأزعّق وأتعب وأضرب وأكسّر. لمّا قعدت مع نفسي وسألت نفسي ليه كده، لقيت إني اتربيت إني أذاكر بس، لقيت إني كل قيمتي في مذاكرتي والمجموع والكلية وجبت كام والحاجات دي، وفهمت لمّا اتجوزت إن التربية مش محصورة في المذاكرة بس في نواحي كتير، بس برضه لمّا باشوف العيال مش بتذاكر باتعصب جدًا، جدًا، جدًا. أنا هنا معجبة جدًا بإنِّك سألتِ نفسِك ووصلتِ للفكرة بتاعة عشان أنا اتربيت على كده وربطتِ قيمتي بالمذاكرة، لكن حابة أخلّيكِ تاخدي بالِك هنا إنه فهم السبب ده أول خطوة، ما هواش التشافي، يعني التعافي مش بييجي إني بس أفهم السبب، أفهم السبب هو خطوة للي بيحصل. طب إيه اللي بيحصل بعد الخطوة دي؟ باخد الخطوة التانية، وهي إيه الخطوة التانية؟
اني ابدا اعمل تدريبات وحاجات افك البرمجه اللي حصلت طول السنين دي كلها. يعني ايه؟ يعني اتربيت من زمان قوي ان قيمتي مرتبطه بالمذاكره. ده كان قد ايه؟ سنين طويله قوي. هل مجرد ما ادرك شيء واعرف ان انا والله ده انا كنت بقيم نفسي بالمذاكره وربطت قيمتي بالمذاكره هفكها على طول؟ ده توقع عالي جدا من النفس. ده بيحتاج تدريبات وتجربه وخطأ، وفجأة احس انه انا لما ده بيحصل اشارات جسمي اللي بيديها لي بتبقى عامله ازاي؟ طب هفك الاشارات دي ازاي؟ طب مين هيساعدني وهلجأ له وقت دوت؟ طب هقدر اعمل ده لوحدي ولا في خطوات تانية كتير؟ انتي وصلتي فعلا للسبب، بس مش معنى ان احنا وصلنا للسبب ان احنا نوصل لمرحلة ان احنا نفكه مرة واحدة. فما تتوقعيش من نفسك الكمالية انك تخلصيه مرة واحدة. اسألي نفسك سؤال: لو ابني ما ذاكرش، ايه الحاجة المخيفة اللي هحس انها ممكن تحصل؟ هخاف من ايه اللي ممكن يحصل له لو ما ذاكرش؟ هتلاقي نفسك في مخاوف تانية طلعت لك. اتعاملي مع المخاوف دي. وطبعا طبعا محتاجة تشتغلي على ردود الفعل اللي بتعمليها والحاجات اللي جسمك بيديها لك. مش عارفة أنا محتاجة إيه بالظبط. أتمنى في كل حلقة تطلبي منا المفروض نعمله. بالنسبة لي هحاول أكتب إذا حسيت إنه في حاجة أقدر أكتبها. منتظرة الحلقة الجاية. يا أم حمزة، أنا مبسوطة إنك منتظرة الحلقة الجاية. شكرا جدا على الشعور اللطيف ده. آم، خليني أقولك إنه فكرة تشافي الأمومة أصلا قايمة على فكرة إنك تلاحظي نفسك، تقعدي معاها، تطلعي تأملاتك، خواطرك، لمس معاكي في إيه. الورقة والقلم في تشافي الأمومة هي أهم حاجة. فلما قلتي لي هحاول أكتب إذا حسيت إنه في حاجة أقدر أكتبها، دي أجمل حاجة ممكن تعمليها لنفسك. إنك بعد حلقة مثلا أو حاجة تمسكي الورقة والقلم، تقعدي تقولي حسيتي بإيه، إيه الكلمات اللي لمست معاكي، إيه اللي لسه فاكراه من الحلقة، ايه اللي حابه، ايه اللي خلاكي تشوفي معلومه مثلا حابه تعرفي عنها اكتر، ايه المصطلح الجديد اللي ممكن تكوني عايزه تعرفي عنه. كل مرة هتحطي فيها حاجة على الورق وتفضي اللي في دماغك على الورق، يبقى بتساعدي نفسك أكتر. والفكرة اللي بتقول إن إحنا نعرف نفسنا أكتر مما حد تاني يعرفها، أنا مؤمنة بيها جدا. بس الفكرة إن إحنا ما تعلمناش نعرف ونفهم نفسنا إزاي. وهي تشافي الأمومة كده. ما باجيش أقولك الموضوع واحد اتنين تلاتة، أنا باجي أقولك إنه ممكن وممكن وممكن وممكن. فأنتي شوفي أنهي ممكن تحسيها وتبقى عندك. الحلقة لمستني قوي. عارفة الإحساس بتاع أنا اتشفت، في حد شافني، في حد فاهم اللي أنا بمر بيه. أنا مش مجنونة ومش بمر بيه لوحدي، والأفكار اللي جوه عقلي دي مش بتاعتي بس. هو في حد فاهم اللي أنا حاسة بيه، في حد عارفه، في حد شايفه. أنا مش لوحدي. ده شعور مهم جدا لكل أم، لأن الأمومة جواها كمان مع الحب والحنان والاحتواء والاحتضان في مخاوف كتير. ومخاوف من انه، ومخاوف تانية جوه المخاوف من ان تكون افكاري ومخاوفي اصلا مش مقبولة لو انا قلتها. فمعظم الامهات اللي بتقول هو ينفع اتكلم عن كذا، او هو ممكن اقول كذا، او هو حتى موضوع ده ينفع يبقى سيشن اصلا، او ينفع ان انا اقوله، ينفع ان انا احسه. فلما اقول لها طبعا اكسبتد جدا، مقبول ومفهوم ومشروع، فتحس انه اوكي، انا اتسمعت، انا اتشفت. دي اكتر كلمة بنسمعها في الجلسات: انا اتشفت، انا اتسمعت، انا اخيرا اتفهمت. فده احتياج اساسي. ولو حقيقي كل الناس اللي حوالين الام فهمت انه الام محتاجة تتسمع، تتفهم، تتشاف، هيوفر عليكم حاجات كتيرة جدا من جميع المشاكل اللي بتحصل. انا بكره الجواز بسبب خوفي ان مشاعري او الحاجة اللي كانت بتحصل معايا وانا صغيرة ان انا اكررها، وساعتها هقل او هنزل قصاد نفسي جدا ان انا اذيت بنت ما كانش ليها اي ذنب في اي حاجة. انا بكره الجواز كأني شايفة انه الخوف اللي جوايا من ان انا اذي حد بقى حاجز مخليني متجمد مكاني، ومخلياني منع ان انا اعيش، منع ان انا ارتبط واتجوز واغلط واتعلم وانمو. فكأنه بقى حاجز قدامي عن كوني اني ابقى بشر، والبشر بيغلط وبيتعلم. فكأن الوجع مخلاني مركزة قوي معاه لدرجة انه بقى العدسة اللي بشوف بيها الدنيا. فبقيت بكره الجواز كأن الجواز حاجة وحشة. الجواز مش حاجة وحشة، الخلفة مش حاجة وحشة، دول نعم من نعم ربنا علينا في الدنيا، وأرزاق من الأرزاق اللي ربنا عاملها علينا في الدنيا. لكن لما بنقف ونشوفهم من نضارة الوجع
بس بنخاف منهم. فلما بنخاف بنفريز مكاننا، بنتجمد في مكاننا. فنعمل ايه؟ لا، مش هتجوز، مش هقرب، مش هأذي، ومش هوجع زي ما اتأذيت. طيب ايه هي الشجاعة؟ ان انا ابقى خايف بس اقول اوكي، انا انسان مسؤول، خايف من الخطوة دي، خايفة اعمل كده، بس هاخد الخطوة وهتشجع، همشي وانا خايفة. وهعمل ايه؟ بس هعاهد نفسي انه اول ما اشوف اذى هصلحه. اول ما ابقى مسؤوله عن حاجه واخد مسؤوليه ده، انه لو اذيت اقول انا اسفه، لو لقيت بنتي بتتوجع اسمعها، افرد لها المساحه دي، اشتغل على نفسي. يبقى ما خليش الخوف يبقى عائق قدامي، اخليه رساله بتقولي خلي بالك، مش حاجه بتوقفني مكاني. ففي جزء كبير من التعافي لا يحدث الا بالاحتكاك. باحترم ماما قوي لانها عملت معانا حاجات كتير ما تربيتش عليها. مرات كانت الغيرة بتسيطر عليها، لكن بتحارب نفسها داخليا، حياتها صعبة عشاننا، تتحرم من حاجات كتير مقابل ده، بس في نفس الوقت بتتبسط بينا. المشكلة انها دقت طعم ايام الشباب والانوثة سنين قليلة قوي. انا لو مكانها هحس بنفس الشعور. حقيقي ما تفكروش تيجوا ناحية العلاقات والخلفة ابدا قبل ما تتشافوا من الحرمان، وخصوصا لان الام بتبقى مراية لحياة بنتها، فالمستقبل في المستقبل، ولو الام تعيسة عيالها هيبقوا امتداد لده. متفقة معاكي قوي ان فكرة الام السعيدة بتخلي الدنيا حواليها سعيدة، لكن مختلفة معاكي في فكرة انه ما تجوش جنب الخلفة والعلاقات قبل ما تتشافوا من الحرمان. لو انا معترف ان في مشكلة وشايفها، لكن بقول انا مش هاجي جنب الخلفة والعلاقات خالص، مش هرتبط او مش هخلف الا لما ابقى بيرفكت وتمام، انا كده هربت من الخوف من المشكلة. رحت فين؟ للكمالية، للمثالية. انا لازم ابقى بيرفكت عشان ابقى اب وام كويسة. وده معناه انه احنا بنحرم الاب والام من انسانيتهم، من بشريتهم، من انهم يكونوا بشر بيغلطوا. وده مش الطبيعي في الدنيا. الطبيعي ان البشر بيغلط وبيتعلم. فتعالي بس نغير الجملة دي شوية ونقول انكم تكونوا اب وام مسؤولين، لما تغلطوا صححوا الغلط. التعافي لا يحدث الا داخل العلاقات. يعني لو انا ام وبدات اشوف حاجات هبدا اشتغل عليها واتعافى منها. ففي جزء كبير من التعافي لا يحدث الا بالاحتكاك. فالتعافي ما بيحصلش من خلال الاحتكاك. لازم ابقى في علاقه عشان اصلح الحاجات اللي بتحصل واتعلم واغلط واقوم واجرب. لازم ابقى في امومه عشان اجرب الحاجات اللي اتربيت عليها. هجربها فين؟ هجربها في عقلي وانا قاعد، فانا هقعد اعمل ده لحد ما احس ان انا اتشفيت. ما هو ايه الاختبار والامتحان بتاعها؟ فمش منطقي خالص ان انا اهرب من الخوف بالمثاليه. ده معناه ان الخوف عامل حاجز بيني وبين اني ابقى انسان واجرب واغلط واتعلم. طب ازاي اعالج اني ما بعرفش اطلب حاجه؟ اتعلم. والله حاجه ما بعرفش اعملها نفسي فيها، عايزه الشعور ده، ابدا اتعلم. اسال نفسي هو انا لما باجي ابدا اطلب حاجه ايه الحاجات اللي بتطلع في بالي، ايه الشعور اللي بحسه في جسمي، ايه الافكار اللي بتيجي في دماغي، ايه اللي بيعطلني، ايه اللي موقفني، ايه اللي بقوله لنفسي بيخليني ما اخدش الخطوه دي. طيب ابدا اشتغل على الافكار اللي بتخليني ما اخدش الخطوه دي. ايه اول حاجه ممكن تساعدني اعمل خطوه انا ما كنتش بعرف اعملها؟ ابدا اتمرن في مساحه امنه الاول، مع حد امن عاطفيا، مع حد هيحتويني هيفهمني. ابدا اتمرن مع واحده صاحبتي، ابدا اتمرن مع اخواتي، ابدا اتمرن مع بابايا ومامتي، ابدا اتمرن مع مساحه امنه ليا ايا كانت المساحه الامنه دي ايه. فاشوف مساحه امنه مع كوتش، مع معالج نفسي، مع وات ايفر. الحته اللي انت تحسي فيها ان انت امنه، ابداي اتمرني فيها على ده. مش عيب ان احنا نتعلم نعمل حاجه، احنا بشر ومفيش حد بيعرف يعمل كل حاجه. كلنا كبشر عندنا عوار وعندنا نقص وعندنا اماكن داخليه ناقصه، بنحاول نملاها وبنحاول نتقبل اصلا انها موجوده وبنحاول نشتغل عليها. فخدي كل مره خطوه صغيره تجاه انك تتعلمي تطلبي. بيتهيألي فعلا كده فكرة انه استقلالي وقدرتي على الاعتماد على نفسي واني اعمل بيزنس خاص بيا وشغل بيكبر، ده ملوش دعوة بفكرة ان الرجل قوام على البيت، ان هو اللي بيصرف عليه. والحقيقة معرفش اللي اقوله ده غلط من جرح ولا صحيح، بس بيتهيألي انه الطبيعي الزوج يكون الفلوس ما بينهم واضحة،
ومستفينها مع بعض قرش قرش، وفلوس لمصروف شخصي لكل حد فيهم، مع اني بحس اني ما بحبش الخصوصية، وكأني عايزة اعرف كل حاجة بتحصل مع الطرف الاخر او اولادي المستقبليين. ممكن تعرفيني ده جرح ايه؟ استقلال المرأة ملوش علاقة خالص بقوامة الرجل. استقلال المرأة المادي، سواء المادي أو النفسي، الإسلام بيكفله ليها. المرأة لها ذمة مالية خاصة، فاستقلالك ملوش علاقة بإنك ترفضي قوامة الرجل. بالعكس، الرجل صحيح القوامة أو صحيح الرجولة بيبقى عارف إن قوة المرأة بتزيد قوة، لكن الراجل اللي عنده مشكلة في رجولته بيحط نفسه ند للمرأة القوية. بالنسبة لموضوع الفلوس، الرجل هو القائم على البيت، هو المطالب بالقوامة، والقوامة أساسها أول حاجة فيها الإنفاق. ففكرة انه الفلوس تتستف واحدة واحدة دي بتبقى حاجات ممكن تشاركوها مع بعض، تقعدوا تتناقشوا فيها مع بعض وتلاقوا لها طريقة تناسبكم انتوا الاتنين. فكرة انك ما بتحبيش الخصوصية، هو ده ممكن يبقى شوية في شغل محتاجة تشتغلي عليه شوية، لانه طبيعي في العلاقات الانسانية يبقى كل واحد كشخص ناضج له مساحة خصوصية معينة، ماشي، ما بتجيش على حرية الآخر وما بتجيش على مساحة الآخر. فده ممكن تشتغلي فيه شوية. صعب قوي أقول لك فكرة الجرح ده جرح إيه في فيديو، لازم نشتغل عليه ونتكلم عنه أكتر وندور وراه أكتر. فاسألي نفسك سؤال: هو أنا إيه اللي بيوترني أو إيه اللي بيضايقني لما يبقى فيه معلومات أنا مش عارفاها؟ بحس أمي عايزاني أكرر حياتها، وكل ما أحاول آخد مسار تاني بتحاول تشدني لطريقها. يا شروق، كأني سمعاكي بتقولي هو أنا ممكن أكون نفسي من غير ما أخسر أمي؟ بصي، هجاوب على السؤال من حتة مختلفة شوية. أوقات خوف الأمهات على ولادهم بيتنكر كده في هيئة سيطرة، فتحسي انها عماله تشدك 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 للحياه اللي هي عايزاها، بس في الحقيقه هي خايفه ومحتاجه ان هي تحس ان انت في امان. طب ايه هو الطريق اللي هي عارفاه، اللي عارفه نهايته، اللي مشيته، اللي عدت بحاجات فيه، اللي هتقدر تسيطر على الحاجات جواه بحيث انها تخليكي في امان؟ الطريق اللي هي مشيته. فمش بيكون عشان هي شايفة ان ده الطريق الامثل، لا، هي ممكن تكون عارفة ان في طرق تانية انت تقدري تخوضيها، بس هي خايفة، محتاجة تطمن الخوف اللي جواها. فلو شفنا الحتة دي شوية، الصدام اللي بينكم هيقل شوية. فشوفيها من الحتة بتاعت هي خايفة ومش عارفة طريق تاني، والطريق التاني بالنسبة لها مجهول. من حقك تختاري طريق تاني، بس هي ورا خايفة وقلقانة ومحتاجة انها تطمن ان انت هتكوني في امان. طيب لو البنت مش بتتدلع على باباها، ولا بتكلمه في التليفون مثلا، ولا عمرها بعتت له مسج، وتعاملها غالبا مع الام بس، مع ان باباها حنون جدا وعمره ما رفض لها طلب، وهي بتحبه وممكن تدافع عنه في مواقف معينة، بس زي ما يكون في حاجز بينهم. هي 16 سنة وهي البنت الوحيدة، عندها اخ اكبر وبرضه هو اقرب للام. طيب لو شايفة ان باباها حنون جدا وعمره ما رفض لها طلب، وكمان عندها الوعي انها شايفة الحاجز اللي بينه وبينها، السؤال هنا للبنت دي: هو ايه اللي منعني اكسر الحاجز؟ ايه المشاعر اللي كل ما اجي اخطي الحاجز اللي انا شايفاه ده تمنعني تاني وتوقفني؟ هل حاسة ان انا ممكن اكون بخون ماما لما اكون بقرب لبابا؟ هل ممكن احب ماما وبابا في نفس الوقت، ولا لازم ابقى في صف حد فيهم؟ ايه نوع المشاعر والافكار اللي بتزورني اول ما ابدا اجي اتخطى الحاجز ده؟ لا، بعد ما ابدا اسمع المشاعر دي هسال نفسي: ايه اول خطوه صغيره جدا ممكن اخدها عشان اعدي الحاجز ده؟ ازاي اعالج شعور المثاليه اللي وقف حياتي؟ انا مشكلتي ان امي كانت صعبه، ما كانتش بتسمح بالغلط. يعني لو جبت 8 من 10 في الامتحان اتعاقب واتوبخ كاني جبت صفر. لو حليت الواجب وغلطت في حاجه صغيره اتضرب كاني ما حليتش الواجب. في امور حياتي كلها ده نمط التربيه. كبرت ما بقتش اوافق على اي حاجه، كل حاجه مش عجباني بقيت منتقده لكل شيء ورافضه كل شيء مش كامل. ده خلى حياتي واقفه، بقيت مكاني ولا شغل ولا وظيفه ولا جواب ولا جواز ولا صحاب. دايما ببص على الحته الصغيره اللي ناقصه واقول لا، مش هينفع اوافق.
دلوقتي أدركت إن ما فيش شيء كامل ولازم يبقى في حتّة ناقصة، ده عقلي بس نفسيتي مش متقبّلة ده، سلوكي مش متقبّل إزاي أغيّر ده جوايا، عقلي فاهم بس مش قادرة أتقبّل الفكرة، المحيط اللي حواليّا اتهموني إني طماعة وعاوزة كل حاجة، بس والله أنا فعلًا مش بارتاح نفسيًا غير لو الحاجة كمّلت وما فيهاش أي عيب، أتمنى إنِّك تساعديني. آمم متفهمة جدًا شعور إن حد يتربى على الانتقاد، فدايمًا حد يبقى واقف شايف له الحتّة الناقصة، فهو من كتر ما اتربى على الانتقاد والكمالية والمثالية، يبدأ هو كمان يتبنى هذا الشعور داخليًا وما يبقاش يشوف غير الحتّة الناقصة في كل حاجة. فأول حاجة هابدأ أقول لِك عليها إنه المثالية والكمالية بتبقى التعافي منها رحلة، ما هواش حاجة هاعملها حالًا فهتحل الموضوع، هي رحلة. أول خطوة في الرحلة دي إنه أبدأ أتمرّن أبُص على الأماكن اللي عيني تجيبها اللي فيها مزايا، مش بس على النواقص. طب أقول حاجة ناقصة وأقول حاجة حلوة، أقول حاجة وحشة وأقول حاجة حلوة، فأبدأ أوازن الاتنين ببعض، شوية شوية عيني هتبدأ تتعود على المميزات أو الحاجات الكويسة في الحاجات، فالانتقاد يبدأ يقل شوية. أمارس الحمد، إني أحمد الله سبحانه وتعالى على الحاجات لأنه أبدأ تدريجيًا آخد المشوار واحدة واحدة، مش قفزات، مش بمثالية وما أتوقعش نتايج كبيرة. أنا ماما باحسّها طفلة لسه مش ناضجة، بس هي أحسن أم بالنسبة لي. في حاجات كتير بتضايقني، لكن هي بتخفِّف عني أوقات. ادعوا لي أفرّحهم بمجموع تالتة ثانوي أزهر. حبيبتي يا إيمان أنتِ لسه صغنّنة، إن شاء الله تجيبي مجموع كويس كده وتفرّحي نَفْسِك وتفرّحيهم. آمم الأم مش superhero، مش نسخة معيّنة لازم تكون، الأم إنسانة. يعني ممكن تكون أم مُحِبّة وبتدّي عطاء وبتدّي احتواء بتخفِّف عنّنا وبتدّي حاجات، بس في جزء منها لسه طفولي غير ناضج. كُلّنا يعني كُلّنا في جزء منا لسه طفل بيحاول يكبر وبيحاول يتأقلم على الحاجات. فآمم، ما شاء الله عليكِ أنتِ شايفة الجزء من مامتِك الطفولي الصغير، وشايفة الجزء من مامتِك اللي هو فيه تخفيف عنِّك واحتواء وك و و وأمان، لكن الاتنين لا يتعارضوا يا إيمان، الاتنين مش متعارضين، الاتنين وجودهم مع بعض إنساني جدًا ومقبول جدًا، الاتنين وجودهم مع بعض بيقول إن مامتِك بشر، هي إنسانة بتحاول في الحياة وبتسعى. شوفي الاتنين جنب بعض، لأنه الاتنين جنب بعض حلو أوي إنهم يكونوا موجودين، يمكن الطفلة الصغيرة اللي جواها هتاخد وقتها وهتنضج خلال الرحلة. أخيرًا لقيت الموضوع يلّي لم أستطع التعبير عنه، وظنيت إنه أنا لحالي في هذا الكون الذي يشعر بهذا الشعور. شكرًا لكِ وعلى الكلام الحلو. آمم أوقات أكبر معاناة بالنسبة لنا ما بتبقاش الشعور نفسه، أوقات الحاجة اللي بتخلّينا حاسين إن إحنا أغراب شوية، إنه إحنا حاسين إن إحنا لوحدنا اللي حاسين الشعور ده، بس كمان مش بس مش حاسين الشعور، هو إحنا مش عارفين اسمه إيه، مش عارفين نحطّه في قالب معيّن، مش عارفين نروح في أنهي حتّة، فنعمل إيه، نخاف منّه، نهرب، ما نقرّبش، ما يبقاش عندنا شوية شجاعة إن إحنا نحاول نفهمه أكتر. فلمّا ييجي حد يقول أوكي الشعور ده كذا واسمه كذا ولمّا بنحسه اللي هو أوكي، أنا ده ملمّس في حتّة جوّايا، فده بيخلّيني المشكلة ما اتحلتش ولا أي حاجة خالص، بس أنا أخيرًا فهمت إيه مسمى الحاجة اللي جوّايا، أنا عرفت إن هي فعلًا موجودة مش مجرّد أفكار بتلِف في خيالي، وده بيبقى أول خطوة من الخطوات إن أنا أبدأ أتعامل معاها، لإنه زي ما دايمًا باقول الشجاعة مش إني ما أخافش. الشجاعة إني أبقى خايف، بس آخُد أول خطوة وأنا خايف، فلمّا بنسمّي الحاجات بمسمياتها بيبقى الخوف لسه موجود زي ما هو، أنا لسه خايف من الحاجة دي ومش عارف هاواجهها إزاي، بس طالما سمّيتها بدأت أتعرّف عليها، ما بقِتش بالنسبة لي مجهول باخاف منّه وباهرب منّه، فهابدأ بعد كده آخُد خطوة الشجاعة بقى، اللي هو أنا خايف بس هاتحرّك. أنا خايفة، بس هاعمل حاجة، مش هافضل واقفة مكاني أتفرّج على الشعور ده.